فشنو غيوقع نهار 15/8 من هاد الشهر؟ واش بصح كاين استراتيجيه منظمه باش المهاجرين يتوجهوا للسبته؟ وعلاش بن كيران جبد الصداع على رئيس الحكومه عزيز اخنوش؟ وكان عبد الإله بن كيران قاسيا جدا، بل ووصف عزيز أخنوش بالمراهق السياسي. رسميا هو المسؤول. وحاليا رجعوا من الاجازه ديالو من مايوركا. واش بصح ان القصر الملكي هو اللي امر رئيس الحكومه عزيز اخنوش باش يرجع للمغرب؟ عز أخنوش رجع من العطله ديالو من اسبانيا. واش رجعوا القصر الملكي غضبه هي اللي جابته، اولا السلطات الاسبانيه قالت له خوي من هنايا راه القضيه حامضه؟ اخبار كتقول انه قبل ما يسافر رئيس الحكومه عزيز اخنوش الى مايوركا باش يدوز العطله ديالو، شارك في بزاف د الانشطه اهمها حفل الولاء بتطوان في العيد صاحب الجلاله مجموعه من الولاة لامور الدوله. الاثنين 3 غشت رئيس الحكومه غيسافر عبر طائرته الخاصه باش يدوز العطله ديالو هو والعائله ديالو وبعض صحابه في جزيره مايوركا. مايوركا هي اكبر جزيره تابعه لاسبانيا، تقع على بعد 170 كيلومتر على الشاطئ الشرقي لاسبانيا. هذه الجزيره اللي معروفه بالفنادق ديالها الفخمه ذات الجوده العاليه، الاسمنه فيها مرتفعه وخياليه. وحسب موقع دا اوبجيكتيف ان رئيس الحكومه اقام في فندق فور سيزون، هذا الفندق اللي كتعتبر من اغلى الفنادق في جزيره مايوركا. فتخيل معايا الليله واحده كتراوح ما بين 2.5 حتى ل 10 المليون، يعني تقريبا كل 10 ايام كتقام 100 مليون. دابا واش عرفتي علاش المازوت زادوا فيه درهم ونص باش يدوز السيد رئيس الحكومه العطله ديالو؟ عندك التيقه هذه ما كايناش غير 6 من راسي. الرجع المفيد هذا الشيء اللي غيخلق ضجه في وسائل التواصل الاجتماعي المغربيه، وبدات انتقادات كيفاش القضيه مرونه وسبتها عامره مهاجرين، وانت اللي رئيس الحكومه خصك تقوم بالامور السياسيه غتمشي في عطله صيفيه. مع العلم وعارف انه كيروجوا يوم 15 من هذا الشهر تقدر تكون هجره جماعيه، تقدر تكون هجره بحال اللي وقعت ولا اكثر. هنا فين فتح رئيس الحكومه السابق عبد الاله بن كيران باب جديد للنقاش، ووجه انتقادات لاذقه الرئيس الحالي عزيز اخنوش. قال ليه كيفاش انت تسافر لاسبانيا خصوصا عارف عندنا معها نقاش وتدوز العطله الصيفيه ديالك فيها؟ خليك نتبع شنو قال بن كيران. فكيف يعقل السي عزيز أخنوش تخلي الفضيحه في بلادك وتم غادي فهمتيني ولا لا اسبانيا وتم غادي لهاد الجزيره هذه وتم غادي؟ خلاصه كلام بن كيران مادام ان الاوضاع كانت متوتره ما كانش على رئيس الحكومه الحالي يسافر. هذا المجال اللي ركبوا عليها بزاف ديال الاشخاص باش يوجهوا انتقادات للحكومه الحاليه، وكانت ضربه موفقه في صميم الحكومه. الكلام اللي قال بن كيران لقى تفاعل كبير واغلب الناس شافوه منطقي. كيفاش انت كرئيس الحكومه تغادر البلاد في ظروف متوتره بحال هذه؟ وكاين اللي شاف من جهه اخرى انه بحال مشى رئيس الحكومه بحال بقى الاوضاع غتبقى هي فارتفاع الاسعار وضعف المعيشه كنلاحظوها يوميا. ولكن شنو اللي خلى رئيس الحكومه يرجع من الاجازه بعد 48 ساعه؟ واش بصح كانت تعليمات ملكيه هي اللي خلاته يرجع للبلاد، ولا غير هضره دايره في السوشيال ميديا؟ واش رجعوا القصر الملكي اولا السلطات الاسبانيه قالت له خوي من هنايا؟ حسب موقع دا اوبجيكتيف ان احمد اخنوش الليله اللي كانت الهجره السبته وكانوا الارواح كيضيعوا قضى 12 ساعه في ملهى ليلي، وبالضبط في الملهى الشهير ديسيديس. وحسب نفس الموقع دا اوبجيكتيف على لسان صحيفه دا فويس، رئيس الحكومه عزيز اخنوش رجع بامر من القصر الملكي. ولكن باش نكونوا واقعيين ما كاين حتى شي مصدر مغربي كيأكد صحه هذا الخبر. ودابا بغيتك تجاوبني، واش من حق رئيس الحكومه يسافر في ظل هاد التوترات؟ واش من حقه يسافر اصلا في الوقت اللي المواطنين جالسين يعانيوا من الجوع، جالسين يعانيوا من الفقر، ما كاينش فرص شغل، الفقر والبطاله، ضعف قطاع الصحه والتعليم، ارتفاع الاسعار وزيد وزيد؟ دابا بغيتك انت اللي تجاوبني على هذا السؤال.